السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنىكم يا ربي تكونوا على خير وبخير. أنا عارفة كنغيب عليكم، ولكن الصراحة الضغوطات دابا كتعرفوا العيال عندهم الامتحانات ومع العواشر. إيوا الوقت والو والله. ولكن قلت ضروري نشارك معكم هاد البسبوسة اللي كتجي بحشوة الكريمة اللي كتجي رائعة وغزالة وباردة. هيدا مع كويس ديال القهوة، يعني تشربوها هيدا في العشية وتحضروها لضيافكم مع هاد الحرارة، يعني كتجي مناسبة يعني لهاد الجو هذا. المقادير جد بسيطة، وحتى طريقة التحضير جد سهلة. أول حاجة غادي نبداو فيها هي غادي نوجدو هاد السيرو اللي غادي نسقيو به هاد البسبوسة. سيرو كنعملو فيه كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء، كنعملو فيه واحد الشريحة ديال الحامض أولا د الليمون، كنخليوه على العافية اللي هي متوسطة، ما نحركوهش، غنخليوه يغلى غير بوحديتو حتى يشرب ويعقد ديك السيرو. غادي ندوزو نوجدو البسبوسه. فهاد المول ديال الدجاج اللي غادي نعمل فيه البسبوسه ديالي دهنته مزيان بالزبده، غير باش فاش نقطعوها يعني ما تبقاش لاصقه معنا في القاع ديال الطاوه او المول. وغادي نرشو كذلك بشويه ديال السميده، والسميده اللي كنخدموا بها معروفه سميده ديال الحرشه، يعني سميده اللي رقيقه. ايوا صافي، واحد البول غادي نعمل فيه واحد القبيصه ديال الملحه. انا كنخدم معكم وانا كنعطيكم المقادير مباشره. غادي نعملو فيه 3 ديال البيضات يكونوا بحراره ديال المطبخ، وكذلك هنا غادي نعملو واحد كاس ديال السكر مع مرشي، يعني يقولوا كاس الرب، لان البسبوسه كتعرفوا غادي تسقى باش يجي يعني النسبه ديال الحلاوه ديالها تجي معوطه. صافي هنا كنعمل واحد كيس ديال السكر فاني، وغادي نبداو نخدمو بالفوي بيدنا اولا بشي ميكسور حتى يتجانسوا العناصر. ما نساوش السيرو ديالنا اللي تقل معنا كتشوفوه غلى لراسو. هنا غادي نزيد له واحد 4 كاس ديال المزهر باش كنسمو هاد السيرو، وكتجي البسبوسه ديالنا منسمه بالسيرو، كتجي غزاله واحد المذاق اللي هو رائع. هنا غادي نطفي عليه ونخليه على جنب. غنكملوا على البسبوسه ديالنا. كتشوفوا هنا عملت كاس قل 4 ديال الزيت، يعني كاس مع مرشي ديال الزيت، وكاس واحد اللي كنخدم به هو كاس العنيبه. غادي نكمل العناصر بالتخليط. هنا غادي نعملو كاس، ومهم 2 كيسان، واحد الكاس عامر وواحد قل ربع، يعني مهم بغيتو تعملو 2 كيسان نيشان ديال الحليب عملوهم. انا هنا عملت 2 كيسان، واحد عامر وواحد ما عامرشي بالحليب. الثاني ما عمرتوشي حيت فاش غادي نخلطو ونقسم الخليط ديالي، انا غادي نقول لكم غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب. هنا غادي يتسمى بان عمل 2 كيسان نيشان ديال الحليب. صافي هنا غادي نبداو نضيفو السميده. هنا عملت هنايا 2 كيسان ديال السميده. وغنعملو الخميره الكيماويه وخميره الحلويات 2 اكياس من فئه 8 غرام. وغادي نخلطو العناصر. كتعرفوا واخا كيبان لكم هنايا الخليط خفيف، كتعرفوا بان السميده راه كتشرب. وحنا الخليط هنا انا باقي غادي نقسمو على 2 اقسام، غادي نقسموه ب2 ديال الزلايف. وهنا باقي غادي تشرب معنا السميده. صافي جبت 2 زلايف بتقده وحده او عبار واحد، غادي نقسم فيهم ديك الخليط ديال البسبوسه. وهنا باش غادي نعملو يعني الطبقه الاولى غادي طيب في الفران ونخرجوها، والطياب ما كنخليوهاش حتى كتحمر، غنخرجوها باش نعملو الكريمه، الحشوه الكريمه. عاد كنعملو الطبقه الثانيه. اذا دابا غادي نعملو غير الاولى. الفران كذلك عندي هنا مشعول على 180 درجه، شاعله عليه من الفوق ومن التحت.
وغادي نعمل الطبقة الأولى الطيب. صافي هنا غادي نفرغ الزلافة الأولى بعد ما نحركوها شويش بالمغروفة باش ما كيبقاش ديك الحليب على الوجه، وغادي نحاول نقادة في المول باش تجي الطبقة كاملة متساوية تقادة وحدة. كتشوفوا معايا صافي هنا غادي ندخلها الفران الطيب على 180 درجه شاعله من الفوق ومن التحت. غادي نمشيو نوجدوا الكريمه اللي غادي تجي في الوسط ديال البسبوسه. غادي نحتاجو في هذه الكريمه نص لتر ديال الحليب، وكذلك عندي هنايا 2 مغارف كبارين ديال السكر و2 مغارف عامرين ديال النشا ولا مايزينا. وبالنسبه للتنسيم هنا غادي نحرك المكونات مزيان قبل ما ننزلهم على العافيه. بالنسبه للتنسيم تقدروا تنسموهم بالفاني، تعملوا واحد 2 اكياس ديال سكر فاني. انا هنا فضلت انني نسمو المزهر ان البسبوسه مع المزهر كتجي مذاق رائع. هنا غادي نخليها حتى تغلى وتعقد. هنا شفتوا معايا ضفت هنا تقريبا 4 كاس ديال المزهر، والتنسيم كيبقى اختياري، انا فضلت انني نستعمل المزهر. صافي هنا غادي نخليها تعقد ومع التحرك ضروري. الطبقه الاولى كتشوفوها ها هي عقدت معايا. هنا سمحوا لي ما كنتش رد البال الفلاش ديال التليفون، ما خليتهاش حتى تحمر. ان فوا شبرت راسها خرجتها مباشره. الكريمه ها هي، هذا هو القوام ديالها كيفاش كتجي باقا سخونه. غادي نعملها على ديك الطبقه ديال البسبوسه قبل ما تعقد معايا ديك الكريمه. كتعرفوا فيها النشا. غادي نبدا نسوي فيها بشي سباتولا اولا بشي مغروفه. هي غادي تشبر راسها دغيا. وبالنسبه للزلافه الثانيه اللي عملت فيها يعني القسم الثاني ديال السميده، زدت له هنايا ديك شويه ديال الحليب اللي ما كملتش به الكاس الثاني. كنتمنى يعني الطريقه تكونوا فهمتوها، لان ملي خليت الزلافه على جنب بالبسبوسه شربت مزيان وتقالت معايا، وضفت لها ديك شويه ديال الحليب باش ترجع تخفف. وهنا مباشره عملتها على الوجه ديال الكريمه، وغادي نرجعوها للفران باش طيب الطبقه الثانيه وحتى الطبقه الاولى تكمل طيابها. كتشوفوا بعد ما خرجتها من الفران وهي باقا سخونه خليتها حتى تحمرت شبرت ديك اللوين ذهبي. مباشره غادي نخوي فيها ديك السيرو اللي كان عندي موجد من قبل باش تشرب فيه. نقول لكم الريحه ديال المزهر غزاله. اللي كيبغي المزهر بحالي غادي تعجبو بزاف هاد البسبوسه، وخصوصا انكم ما تقطعوهاش وهي سخونه. هنا سقيتها وخليتها حتى بردت مزيان، زينتها. والتزيين هنا حمرت اللوز في الفران بقشورو، كتعرفوا كيعطي المذاق مزيان. محمر من اللوز محمر في الفران بالقشور. وهنا زينتها بالطريقه ديالي بهاد الخطوط، اولا عملت كروات هيدا. والتزيين دائما كيبقى اختياري. غادي نعمل على شكل كروات، وفي كل مربع غادي نعمل واحد شويه ديال سكر كلاصي. تقدروا تعملوا الكوك الا عندكم، تقدروا تعملوا يعني الحبات ديال اللوز صحاحين. وكيبقى التزيين دائما اختياري وباللي موجود عندكم في الدار. خليتها حتى بردت مزيان عاد مشيت قطعتها. كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. تبقى كتجي يعني كل وحده شاده في بلاصتها. هنا قطعتها معاكم كتجي فازقه وشاربه سيرو، كتجي غزاله. غادي تشوفوا معايا واحد المورسو اللي قطعت معاكم كيفاش كيجي، يعني كتجي شابره في راسها. وملي كتقطعوها كيجي فيها منظر غزال. وحتى المذاق ما حتىش نقول لكم كتجي يعني فازقه وشيخه مزيان بالسيرو وبارده. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت استحسانكم. كنعتذر بزاف على التاخير اللي كنت عطل عليكم، ولكن عذروني. انا قلت لكم كاينه ظروف دابا مع العطله ان شاء الله يا ربي الصيف. كتسناو مني بزاف الوصفات عاملاهم بالي غنشاركها معكم. كتشوفوا يعني فاش كنقطعوا يعني البسبوسه كتبقى يعني شبره، كل طبقه شبره في اخرى، ما كتفتتش معانا ولا شي حاجه. الصراحه غزاله. خليوها حتى تبرد عاد كلوها. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. نخليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله شي وصفه اخرى في القريب. والسلام عليكم ورحمه الله.